السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينس ماكمان يا جدعان اتجنن، طرد اكتر من 10 مصارعين في خلال اليومين دول. تعالوا نتعرف مع بعضينا هما مين من دول المصارعين اللي هو طردهم، واحكي لكم برضو ايه السبب اللي خلاه يعمل كده. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الاشتراك، وهنبدأ الحلقة بعد الانترو. يلا بينا. طبعا انتوا عرفتوا ان فينس ماكمان باع شركة WWE لشركة انديفور اللي هو صاحبها ايري ايمانويل، وشركة انديفور برضه هي المسؤولة عن اتحاد اليو اف سي. فبقوا دلوقتي الاتحادين مع بعض تحت مسمى شركة واحدة اللي هي الانديفور، وبقى اسمهم مع بعض تحت العلامة التجارية تي كي او. وبقى كده خلاص رسميا ال WWE مش تبع ماكمان دلوقتي، تبع شركة انديفور، لان هي المسؤولة عن الاسهم بالنسبة الكبيرة في البورصة. لكن مع ذلك فينس ماكمان برضه هيظل في الإدارة وهو المتحكم الأول، ولا هيتأثر ولا أي حاجة خالص. دلوقتي بقى كده خلاص تريبل اتش ما بقاش ماسك الإدارة، وهيبقى ماسك بس قسم فريق الإبداع. وطبعا فينس ماكمان ونيك خان وبعض المسؤولين معاه يعني عشان يحاولوا يثبتوا لشركة انديفور ان هم ما بيصرفوش فلوس وخلاص، فعايزين يقللوا نفقات ويقللوا صرف فلوس. فطبعا ده هيجي على حساب مين؟ هيحساب الموظفين والمصارعين اللي شغالين في الاتحاد. وبدأ فعلا فينس ماكمان وطرد في الاول خالص كام موظف من المسؤولين معاه، ودخل بعد كده على المصارعين. تعالوا نعرف واحد واحد من المصارعين دول اللي اتطردوا، واللي هو فعلا تضايقوا هو ليه عمل كده وازاي يطرد المصارعين دول. تعالوا بقى نعرف مين من المصارعين دول اللي اتطرد واحد واحد. وزي ما انتوا شايفين الاسماء الناس اللي اتطردت يوصلوا اكتر من 20 مصارع، يعني اهمهم اليا ودولف زيجلر وايلايس وايما ومصطفى علي وريك بوجز وريدريك موس وشيلتون بنجامين. يعني ده راجل قديم، معرفش ازاي ليه طردوه. وتوب دولا ده واحد ماشي اقول يستاهل، وكوينسي اليوت ده برضو يستاهل، وبرايسون مونتانا، ميس، منصور. يعني منصور كان المفروض يتعاملوا معاه احسن من كده، بس عملوه وحش ومشوه. ودانا بروك وده باجاتو وشانكي، والاسماء بعد كده كتير اهو. بس طبعا دول بقيتهم دول في انكس تي، فما كانوش لسه ظهروا، فما كانوش حققوا طبعا غرضهم مع الاتحاد في الانكس تي فمشوه. واخيرا وليس اخرا مات ريدل، اللي طبعا طردوه وسط الموجة الطرد دي بسبب الفضايح بتاعته زيادة عن اللزوم. هو مصارع كويس وأداء على الحلبة حلو، بس مشاكله كتير، وبصراحة جاب الاتحاد صداع وهم صبروا عليه كتير، فيستاهل انه يمشي. من اكتر المصارعين اللي اتضايقت عشانهم ان هم مشيوا، عندكم مثلا شيلتون بنجامين زي ما بقول لكم. ده مصارع قديم جدا، يعني انا مش عارف، يعني بيلعب في الاتحاد من زمان، ولما مشي ورجع برضه محدش فيكم استخدمه مع انكم عارفين موهبته عامله ازاي. وعندكم كمان الايس كان ابداع جامد قوي، بيعرف يتكلم على المايك كويس، عارف يتحكم في الجمهور ان هو يتفاعل معاه، بس انتوا محدش فيكم استخدمه صح. طب بالنسبه لدولف ذكرى يعني اقول عليكم ايه بجد؟ يعني أنا مش عارف، واحد معاكم من 2006 وما اثرش معاكم في اي حاجه، وحتى لما بعد بتكلموه يجي فبيجي، وما اثرش مع المصارعين، بيرفعهم وبيبذل كل ما عنده وبيقدر يقدم ماتشات كويسه، ومع ذلك برضه مشيتوه. طب على الاقل حتى يعني كرموه، طب على الاقل حتى كرموه، ادوله لقب، اعملوا له اي حاجه كويسه، لكن تطردوه كده؟ يا اخي منك لله يا مكمان. واهم مصارع بالنسبه لي مصطفى علي، راجل دماغه عبقريه، بيعرف يأدي على الحلبة بشكل كويس، عرف يكسب شعبيه كبيره، وكان له ماتش مع دومينيك ميستيريو على حزام النورث امريكان تشامبيون. ده هو خلاص الماتش بتاعه ما فضلش عليه اسبوع وتحدد، تقوم تمشيه؟ وكمان عايز تخليه يعمل سيناريو لا يتوافق مع عاداته ولا تقاليده ولا البيئة اللي هو متربي عليها. انا مش عايز اخش في تفاصيل اكتر، بس ايه ده؟ يلا يا جدعان كلنا بصوت عالي، يا اخي منك لله يا مكمان. مبسوط خلاص كده باللي انت عملته كده؟ عرفت تقلل النفقات بتاعتك اللي انت كنت نفسك تعملها؟ ده انت والاداره بتاعتك ولاد وقت. وهنا اكون خلصت الحلقه بتاعتي. ما تنسونيش بقى في اللايك لانه بيدعم القناه جدا، وشكرا ليكم.